السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. تكنو خلال الأيام القليلة الماضية أو نقدر نقول خلال يومين فقط أعلنوا في مؤتمر بالعراق عن أجهزة راح تنزل للسوق العراقي، اللي هي سلسلة التكنو كومان 20. راح تكون كومان 20 برو 4G وكومان 20 برو 5G والكومان 20 بريمير اللي هو الأقوى. طبعا تكنو حاليا هي من أقوى الشركات في العراق، وحسب تصنيفهم أن هي الأعلى مبيعا بالعراق، وشي غير مستغرب انه تعطيك افضل قيمة مقابل سعر. فاكيد كل السوق راح يروح لها، خاصة اللي دخلهم قليل جدا او دخلهم محدود او متوسط، راح يلقون تكنو متوفرة بمختلف الفئات فيقدر ياخذ الجهاز اللي يعجبه. واليوم راح اتكلم عن سلسلة خرافية جدا، خليكم وين المقطع ان شاء الله راح تستفادون. اول شيء راح اتكلم عن التكنو 20 برو 4G. الجهاز راح يجي مع شاشة اموليد 120 هرتز، حجمه 667 انش. معالج هو الأقوى بالفئة جي 99 مع ذاكرة 256 جيجا بايت، راح يعطيك أداء فوق الممتاز بالألعاب هاي الفئة السعرية. بطارية 5000 ملي أمبير، شحن سريع 33 واط، سماعات ستيريو سبيكر، كاميرا أساسية 64 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل. هاي المواصفات والخلطة كلها المتكاملة راح تحصلها ب175 دولار، يعني ببلاش. نروح لل20 برو 5G. جهاز راح يجيك بشاشة أموليد 667 إنش 120 هرتز، معالج قوي 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 جدا 8050 الدايمنسيتي من ميدياتك، معالج فوق الممتاز، راح يعطيك أداء 60 فريم فوق كل الألعاب. ذاكرة 256 جيجا بايت، بطارية 5000 ملي أمبير، شحن سريع 33 واط. سماعات ستيريو سبيكر وكاميرا 64 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل مع تصوير 4K وتثبيت بصري OIS. وسعر الجهاز 269 دولار فقط، يعني صفقة أكثر من رابحة. نروح لبريمير اللي هو من صدق بريمير. شاشة أموليد 667 إنش 120 هرتز، معالج دايمنسيتي 8050، ذاكرة 512 جيجا بايت، هي هاي الوحيدة راح تكون متوفرة، مع بطارية 5000 ملي أمبير وشاحن أسرع من اللي قبلهم 45 واط. الجهاز راح يجي مع كاميرات 50 ميجا بكسل و108 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل، ويصور لك 4K مع تثبيت بصري OIS. وهاي الخلطة المتكاملة اللي حكينا عليها ب379 دولار، يعني حطت محل مقاتل بكل فئة ونافست لك بكل الفئات، وما أعتقد اكو جهاز راح يعلى فوق هاي الأجهزة. فالمنافس الشرس اللي شامل بالعراق حاليا هي أجهزة تكنو. خلينا نشوف، هذا كل المنافسة راح تكون في صالح منه، في صالح المستخدم، راح يحصل أفضل المواصفات مقابل القيمة المدفوعة. فهاي كانت نهاية مقطعنا هذا اليوم، تونا رأيكم بالتعليقات، لا تنسوا اللايك والاشتراك، تفعيل زر الجرس. نلتقي فيديو قادم.